انك تكون قصير دي حاجه مش سلبيه، عشان دي حديقه حيوان للاقزام. عمرك قبل كده رحت حديقه حيوان للاقزام؟ بكل بساطه انا ومنيه وانا قررت استكشف اماكن جديده في الامارات، ولقيت حديقه حيوان للاقزام في اماره عجمان. الموضوع كان غريب في الاول لحد ما فهمت لما دخلت المكان. اول حاجه اشترينا اكل الحيوانات القزمه. انا مش بتنمر، هم اسمهم كده، بس ثواني، متقطع مغسول مبشور. انا الحيوانات ولا ايه؟ بعدين دخلنا وانبهرت بحيوانات اول مره اشوفها. هي دي فران كبيره؟ لا، ده الكنغر اللي هو بيحط عياله في جيبه. بترحقين يروح قلبي. عامل ايه؟ بس لو حاولت تاكلهم هم شبعانين ما شاء الله. جماعه الحيوانات دي ما بتكبرش، ده حجمهم النهائي. وشفت اصغر بقره في حياتي. عارفين البقر الكيوت اللي مش بيكبر؟ اللي بتبقى على جوجل دي، عشان تفهموا اكتر ده حجم البقره بالنسبه للطفله. بعدين شفنا اللاما كاسكو، وبعدين شفنا ماي ليتل بوني ميني حصان وميني خروف واي حاجه قزمه. بعدين شفت اكبر صقر في حياتي، ده القزم. وشفنا النمس اللي هو تيمون، تقريبا كان بيدور على بومبا. والكسلان كان تقريبا نايم عشان هو بينام الصبح وبيصحى بالليل زي كده. والبغبغان تحس ان هو صاحب كباريه. وشفت صنقر لا تسرق، وكان غريب نصه شوك ونصه فار. وسلاحف النينجا، بس ما كانش عندهم مهمه ساعتها. جماعه لقيت اللي مشكلتها انها طيبه، الحربايه وغزلان. وبعدين شفت اصغر قرد، وشفنا همطارو، تاكل ايه؟ تاكل فخوك. وشفنا البومات واقفين جنب بعض بيفكروني بصحابي. والعصافير اللي بيبقوا على كشكول المدرسه، الصوت الطيب اللي بتسمعه الصبح. وقصريه الزرع هنا مرسيدس. فبكل بساطه المره الجايه افتكر ان الاختلاف ميزه مش عيب، عشان كده في حديقه حيوان للاقزام.